السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت في الفترة الأخيرة إشاعة إنه اللي يستخدم الإيبان يحول على الإيبان على الحساب مصاري تيجي عليه جزء. فانتشرت إشاعات إنه ناس 50,000 و60,000 و70,000 جاي عليه جزء، وناس 300 و400,000. هلا بدنا نشوف الطريقة شلون بدي أدخل وأشوف حسابي وش قد علي جزء، وهل في جزء ولا ما في جزء. تابعوا معي للآخر. نضغط على جوجل كروم، نكتب في محرك البحث اي دولات. نضغط على الاي دولات. تمام، يفتح عندنا اي دولات كوبي سي ووبة الاي دولات، نضغط عليها. نضع من فوق قريشاوي، نضغط عليها. نضع رقم الكيملك والشفرة تحت. رقم الكيملك تفتح عندنا بهذه الشكل. تمام، تكتب في محرك البحث هون كيرا اودملاري. كيرا اودملاري يعني مدفوعات الإيجار التي تتم باسمي، إدارة الإيرادات. كيرا اودملاري نضغط عليها، أول وحدة مدفوعات الإيجار التي تتم باسمي، نضغط عليها. يفتح عندنا التطبيق بهذا الشكل. تمام، عندك هالكبسة الزرقاء، اذهب إلى التطبيق، نضغط عليها. ندخل هكذا إلى هذه الصفحة. هذه الصفحة فيها كل حساباتي، التحويلات اللي اجتني تمام على حسابي. تمام، خلال عام 23 و22 وال21. ال24 طبعا حد الآن لسه ما في شي، لأنه لسه ما شايف هاي الحسابات من 19 ل23. ال24 حتى تنتهي أضغط على القائمة، اختر السنة والقائمة. هاي كل الحسابات وأسماء اللي اجتني منهم، وبالتاريخ وبالساعة أيضا والمبلغ. بهذا الحقل شو لما تختار بالحساب البنكي أودمناري، هاي 64 سجل 52,000. هذا يقولون انه جزاء، هذا مو جزاء يا شباب. هون اختار القائمة هاي 23 واضغط على القائمة، يطلع عندي هون شايفين، يطلع عندي الضريبة المحطوطة علي بعد كل هالتحويلات. هاي شايفين هون الضريبة صفر صفر، ما في شي. فوق هاي المصاري جايتك، وتحت اذا في عليك ضريبة. هون ما عليه ضريبة الحمد لله، وعلى الاغلب اللي عنده حساب شخصي ما راح يكون في شي عليه ضريبة، او انه المبلغ يوصل الى مبلغ معين حتى يحطوا عليك ضريبة. هون نغير، نروح على 2022، نضغط على اختر السنة. هاي كل التحويلات اللي جايتني في عام 2022 من بند اخرى، مدفوعات اخرى او بدل اجار. ديار اودملاري وكرليك. تمام، اختار ايضا من تحت من اسفل، اختار 2022، اضغط على القائمة. تمام، يطلع عندي بهالشكل هذا. نشوف. اهلين ابو فرقان، حياك الله ابو فرقان. تمام، وعليكم السلام. ها هون صفر صفر، الضريبة عليه صفر، والمبلغ 34,000. جزاكم الله خيرا، ما في شي، اطمنوا ان شاء الله. يعني هذا حساب شخصي ما عليه اي اشكاليات، بس لا تكثر من التحويلات، وجزاكم الله خيرا.